يا هادي يا رب. يا رب. معاكم اخوكم محمد ابو جوده من قريه ابو بلح محافظه اسماعيليه، من هواة طلوع النخل، او بمعنى اصح من صنايعيه طلوع النخل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين السنه دي الحمد لله يعني محصول النخل كإنتاج الحمد لله إنتاج 10/10، وكأسعار بردك الحمد لله 10/10. وزي ما حضراتكم شايفين أنا بهز أو بجمع نخلة حياني. حضراتكم عارفين إن الإسماعيلية بتتميز بالبلح الحياني. البلح الحياني من أجود وأنظف وأحسن أنواع البلح. وطبعا البلح أنواع منه الحياني والزغلول والمجول سعودي والبرحي وانواع كتيره كتيره خالص. والبلح الحياني من اجود انواع البلح كقيمه غذائيه وكمحصول وكانتاج. والبلح الحياني زي ما حضراتكم شايفين ادي الرطب اهو شغالين فيه. البلح الحياني من انواع البلح اللي ما بتضرش اي حد، يعني اي واحد عنده اي مرض ياكل من البلح الحياني مفيش اي مشاكل. مفيش دكتور بيقول له انت لا ما تاكلش بلح، خاصه البلح الحياني. والحمد لله السنه دي المحصول 10/10 والاسعار 10/10 يعني الحمد لله. والنهارده احنا لسه في البشاير زي ما حضراتكم عارفين، في اول الموسم بيبدا من 15 و14 و13. وفي بلح حياني بس ده بره محافظه اسماعيليه اللي هو مرشوش مواد كيماويه بنباع ب 10 جنيه وب 7 جنيه وب 8 جنيه. بس في محافظه اسماعيليه كعامه كخاصه ما بترشش المواد دي، لان محصول البلح هم يعني ايه واخد جوده. اسماعيليه واخده جوده في المحصول، فهي محافظه على ايه، على الجوده بتاعتها. وطبعا كمهنه طلوع النخل او كمهنه النخل نفسه مهنه صعبه وخطيره، بس يعني ايه الحمد لله الكل يعني ايه بيقول يا رب. وانا كمثل واحد من الناس انا بقالي اكتر من 20 سنه شغال فيه، كنت واخده وراثه عن ابويا وهوايه. والحمد لله انا من طليعته ومن تجاره ومن مزارعينه، يعني انا بزرعه. وزي ما حضراتكم شايفين السنه دي 10/10 البلح فيه رطب، واحنا لسه في اول الموسم. البلحه الحمراء ما فيش فيها اي كرمشه ولا اي دبلان، جوده عاليه. وربنا يحسن سوق السنه دي ويعني يستدعي للناس، لان الناس تعبت السنه اللي فاتت ومش عارفين لسه الختمه ايه. بس الحمد لله لغايه دلوقتي البدايه بدايه حلوه، وقول يا رب. بالنسبه كعده طلوع النخل كعده نفسيه، عده طلوع النخل عده بسيطه، منها المطلع والمشنه والحبل الجرار، اكتر من كده مفيش. المطلع ده اللي مكون من قصبه مطلع وظهريه، والمشنه اللي حضراتكم شايفينها دي وحبل الجرار. والمطلع كمطلع نفسه في ناس يعني بتستعجب بيقول لك انت ازاي انت بتربط نفسك بحبل وتطلع نخله بالارتفاع ده. النخله يا جماعه الخير عمرها ما تقع من عليها واحد وتضر، لان النخله من انواع الشجر او انواع الفواكه اللي هي من ثمار الجنه. فاي واحد بيقع من عليها قبل ما بيوصل الارض بتكون النخله سمت عليه، بتسمي على اللي طالع عليها، يقوم عمره ما يقع وينضر. يعني يوم ما يقع يبقى اصابات بسيطه. لو شفتوا المرتفع ده في اي نوع شجر ولا في اي مبنى مثلا ولا اي حاجه ووجع من عليه اي واحد بيتبهدل، انما هنا في النخله بالذات يعني بتبقى الاصابات بسيطه الحمد لله. لا قدر الله لو في اصابات، انما اغلبيه اللي بيطلع وينزل الحمد لله بتعدي على خير وربنا يسترها. دي حاجه. والحاجه الثانيه ان النخله برضو مهما كان من اجود واحسن انواع الفاكهه.
وهو محصول صيفي سنوي. وزي ما حضرتك شايفين ده احنا طلعنا النخله وجبنا الرطب، وده احنا نازلين زي ما حضراتكم ايه شايفين كده. اي خدمة. زي ما حضراتكم شايفين كده البلح لسه نازل من النخلة. وزي ما حضراتكم شايفين الرطب، طبعا بنقول رطب أورجانيك أو طبيعي مش مرشوش بأي مواد كيماوية، وده سبب شهرة هذا البلح على مستوى مصر ويمكن الوطن العربي كله. الرطب بسم الله ما شاء الله حاجة ولا أروع يعني. طبعا الرطب اللي هو الأسود والأحمر بيسموه هنا ناروز، أو البلح الأحمر الجميل الرائع.